بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات عيوب اللحام طبقا للكود الأوروبي والكود الأمريكي. وفي فيديو اليوم هنتكلم فيه عن شكل اللحام المقبول وشكل اللحام المرفوض. يعني انت كده لما تقف قدام خط اللحام بالنظر كده ده تقول هو ده مقبول ولا مرفوض. طبعا زي ما احنا عارفين في صناعة الستيل ستراكشر وخاصة في عملية اللحام الاوتوماتيك بيبقى عندنا نوعين من اللحام. النوع الاولاني وهو الشكل المحدب او الكونفكس ويلد، والنوع الثاني وهو الشكل المقعر او الكونكيف ويلد. وكمان عندنا نوعين من الوصلات، الوصلة الأولى اللي هي التي جوينت، والوصلة الثانية اللي هي البات جوينت. والنوعين دول من الوصلات بيطلعوا لي نوعين من انواع اللحام اللي هو الجروف ويلد والفيلت ويلد. فاحنا في فيديو اليوم هيبقى عندنا 5 اشكال من اشكال اللحام، هيبقى مزيج ما بين الفيلت ويلد والجروف ويلد، وكمان هيبقى فيهم اللي هو الكونكيف والكونفكس ويلد. وهنمسك كل شكل من الاشكال دي وهندرسه بالتفصيل ونشوف الشكل ده هل هو مقبول ولا مرفوض. لو جينا اخدنا الشكل الاولاني اللي واضح قدام حضراتكم على الشاشة، هتلاقوا الشكل ده فيه نوع الوصلة اللي هي التي جوينت، واللحام بتاعي فيلت ويلد، وشكل اللحام بيديني الشكل اللي هو الكونكيف او الشكل المقعر. والنوع ده يا جماعة من اللحامات او الشكل ده تحديدا من اللحامات اللي هو الكونكيف او المقعر بيبقى مرفوض تماما. طب ليه مرفوض؟ قال لك والله لان الشكل ده بيبقى اكثر احتمالية لحدوث عيب مهم جدا من عيوب اللحام وهو الهوت كراكنج، وده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديوهات القادمة. لو جينا انتقلنا للشكل الثاني من اشكال اللحام، هتلاقي الشكل ده عبارة عن تي جوينت واللحام فيه فيلت ويلد، وشكل اللحام فيه عبارة عن سلايتلي كونفكس او الى حد ما بيبقى شكل اللي هو محدب. وخلي بالكم من كلمه سلايتلي كونفكس، انا ما قلتش محدب بالكامل، تمام. والشكل ده يا جماعه في صناعه الستيل ستراكشر بيبقى شكل مقبول، على عكس اللي هو الكونفكس بالكامل او محدب بالكامل. النوع ده يا جماعه او الكونفكسيتي بتاعته بتبقى عاليه، النوع ده طبعا يا جماعه بيبقى مرفوض. لكن الشكل اللي واضح ده لحضراتكم بيبقى سلايتلي كونفكس، يعني شكل الى حد ما محدب، ولا منه مقعر ولا منه هاي كونفكسيتي، سلايتلي كونفكس. عشان كده الشكل ده بنقول عليه مقبول. طب ليه يا جماعة الشكل ده بيبقى مقبول؟ لأنه بيبقى largely subjected to low stress level. ليه؟ لأن نقطة التقاء خط مسور اللحام مع البيز ميتال بتبقى عبارة عن إلى حد ما بيبقى واخد شكل الكيرف، ما بيبقاش واخد اللي هو الشكل الشارب قوي. فالشكل الشارب قوي ده بيبقى هاي ستريس كونسنتريشن، تمام، زي اللي موجود في الكونكيف ويلد. بس احنا طبعا مش عايزين ولا الكونكيف ولا الكونفكس، احنا عايزين اللي هو السلايتلي كونفكس. لو جينا انتقلنا للشكل الثالث اللي واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، هتلاقيه نوع الوصلة فيه بات جوينت، وهتلاقي نوع اللحام فيه جروف ويلد، وهتلاقي شكل اللحام واخد اللي هو الشكل اللي هو الكونكيف او الشكل المقعر. طبعا والشكل ده يا جماعة بيبقى مرفوض. طب بيبقى مرفوض ليه؟ قال لك والله عشان سببين. السبب الاولاني زي ما قلنا في الدقائق اللي فاتت، عشان اكثر الشكل الكونكيف ده او المقعر بيبقى اكثر عرضة لحدوث الهوت كراكنج. والسبب الثاني طبعا زي ما احنا عارفين ان دي واصله بات جوينت، وعشان الحم فانا بلحم طبقات او رن ورا بعضيها، وعشان الحم برضو اللحام يطلع مظبوط ومقبول ان انا بعد كل طبقه بنظف الخبث او الاسلاك الناتج من عمليه اللحام. طبعا النوع ده او الشكل ده تحديدا من اللحام اللي هو الكونكيف بيبقى عمليه ازاله الخبث او الاسلاك فيه بتبقى صعبه جدا، فعشان كده الشكل ده يا جماعه بيبقى مرفوض.
طيب لو جينا انتقلنا للشكل الرابع، هنلاقيه برضو عبارة عن باد جوينت، واللحام فيه بيبقى جروف ويلد، وشكل اللحام برضو فيه بيبقى واخد اللي هو الكونكيف ويلد او الشكل اللي هو المقعر. وبرضو يا جماعة الشكل ده بيبقى مرفوض عشان احتمالية الهوت كراكنج، وازالة الخبث برضو بيبقى صعب، او ازالة السلاج. طيب لو جينا انتقلنا للشكل الخامس والاخير، هتلاقوا الشكل ده عباره عن باد جوينت، واللحام فيه جروف ويلد. وشكل اللحام بقى هنا يا جماعه، ولا هو منه واخد اللي هو الشكل الكونكيف، ولا هو واخد اللي هو الشكل اللي فيه الكونفكسيتي بتاعته بتبقى عاليه. ده الى حد ما مزيج ما بين الكونكيف والكونفكس، بس بيبقى في حته كده ظاهره لبره بيديله شكل اللي هو الكونفكس. وطبعا الشكل ده بيبقى مقبول معايا، لان طبعا مش هيبقى فيه هوت كراك على زي ما هو موجود في الكونكيف، وعمليه ازاله الخبث بتاعتي بتبقى عمليه سهله جدا. كده من خلال استعراض الخمس صور تقدر تحكم وتشوف وانت واقف في مصنع ستيل ستراكشر او في ورشة ستيل ستراكشر، وتشوف منظر اللحام كده، تقدر تحكم على شكل اللحام وتقول الكلام ده مقبول ولا مرفوض. وخاصة زي ما قلنا في اعمال اللحامات الطولية لقمر البيلت اب، وكمان لحام الاكسسوارات بتاعتك. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا، سلام عليكم.